يا أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. في الفيديو ده هنبتدي نخش شوية في التفاصيل اللي انت نفسك ان احنا ندخل فيها، اللي هي تفاصيل الكود، تفاصيل تعلم السي بلس بلس. واكيد طبعا ما كنتش هعلمك سي بلس بلس قبل ما اعلمك ازاي تنزل البرنامج اللي احنا اصلا هنطبق عليه. فيلا بينا نشوف ايه هي السينتاكس او طريقة الكتابة بتاعت السي بلس بلس. يعني ايه اصلا كلمة سينتاكس؟ وزي ما اتعودنا هنقرا التعريف من الاول وبعدين نفكك التعريف جزء جزء ونفهم فيه كل تفصيلة ممكنة. بيقول لك السينتاكس refer to the set of rules that define the correct structure and format for writing program in a specific programming language. نترجم مع بعض. بيقول لك ان السينتاكس هي عبارة عن القواعد اللي عن طريقها بنقدر نكتب برنامج بلغة برمجة معينة، القواعد اللي عن طريقها بنكتب الكود صح. طب مين اللي بيقول لنا ان الكود ده كده اتكتب صح ولا اتكتب غلط؟ اكشولي اللي بيحدد الكلام ده هو الكومبايلر بتاع اللغة. الكومبايلر ده عامل زي الحكم في الماتش بيبقى حاطط مجموعة من القواعد دي انت لما بتتخطاها ممكن يطلع لك كارت اصفر، ممكن يطلع لك كارت احمر، ممكن مثلا عشان يبتدي المباراة لازم يبتديها في ميعاد معين، عشان ينهي الشوط الاول لازم ميعاد معين، بيحط الوقت الاضافي. هو اللي بيحط القواعد اللي انت على اساسها ما ينفعش تكسرها. وكل لغة بيتحط لها قواعد غير التانية لان كل لغة ليها كومبايلر غير التاني. خلي بالك كلمة كومبايلر دي هتتكرر كتير معانا لان هو الكومبايلر ده هو العقل المدبر اللي عن طريقه لغة البرمجة بتشتغل، وهو اللي بيحول الكلام اللي بالانجليزي اللي احنا بنبقى كاتبينه في لغة البرمجة بيحوله للغة الآلة وبيحوله لنا لبرنامج نقدر احنا نشغله ونتعامل بيه. فدوره مهم جدا ودوره محوري، وهو اللي بيبقى حاطط لنا القواعد بتاعة اللغة. كده احنا فهمنا يعني ايه كلمة سينتاكس. تعال نخش في تفاصيل الموضوع اكتر زي ما احنا متعودين. بص يا سيدي، بيقولك اهو ان السينتاكس هي القواعد بتاعت اللغة. زي ما انا عندي قواعد للغة العربية وعندي قواعد للغة الانجليزية، برضو انا في عندي قواعد للغة البرمجة، والقواعد دي لازم التزم بيها لان لو ما التزمتش بيها هيطلع لي ايرور ومش هتتم عملية الكومبايليشن بنجاح. يعني مش هقدر اطلع البرنامج اللي انا نفسي اطلعه، لان الكومبايلر عشان يحول الكود ده لبرنامج لازم حضرتك تكون كاتب الكود صح. فيلا بينا نفهم مع بعض ايه بقى الكلمات اللي كانت مكتوبة قدامنا في الفيجوال ستوديو او الكود بلوكس، نفهمهم حتة حتة وبعدين نشوف ازاي نتجنب الاخطاء واحنا بنكتب الكود. بص يا سيدي، ده الكود اللي طلع قدامنا واحنا في الفيجوال ستوديو وطلع قدامنا في الكود بلوكس وفي الاونلاين كومبايلر. تعال نفهم الكود مع بعض جزء جزء. اول جزء معانا اللي هي هاش include IO stream، والكود ده بيعبر عن اللايبراري اللي جوه لغه السي بلس بلس اللي مسؤوله عن الانبوت والاوتبوت. لغه السي بلس بلس يا صديقي لغه كبيره جدا وفيها تفاصيل كتير قوي، والتفاصيل اللي جوه اللغه بتاعت السي بلس بلس اتقسمت لمكتبات. كل مكتبه مسؤوله عن مجموعه من الفانكشناليتي او مجموعه من الوظائف اللي احنا نقدر نستخدمها في الكود. يعني لغه البرمجه عشان تبقى لغه ثريه ولغه كويسه جدا لازم يكون جواها اوامر. الاوامر دي انت كمبرمج بتستخدمها بتوفر عليك حاجات كتير جدا. على سبيل المثال الكود اللي مكتوب قدامنا اللي هو std cout ده كود بيطبع حاجة على الشاشة زي ما انت فهمت طبعا من كل الحاجات اللي خدناها قبل كده. الكود ده موجود جوه المكتبة اللي اسمها IO stream، يعني من غير المكتبة اللي اسمها IO stream مش هنعرف نطبع حاجة على الشاشة. فبالتالي انا بستدعي المكتبة بتاعت IO stream في الاول عشان اقول للبرنامج يا برنامج هات لي كل الوظائف وهات لي كل الاوامر اللي موجودة في IO stream واستدعيها لي حطها لي في الملف اللي موجود بتاعي، الملف اللي انا بكتب فيه الكود، عشان لما اجي اكتب سي اوت انت تفهم ان السي اوت دي موجوده فين في IO stream. يعني من الاخر هي عمليه تنظيميه، هم نظموا لغه السي بلس بلس وقسموها مكتبات وانا بستدعي المكتبه اللي انا محتاجها دلوقتي، والمكتبه اللي انا محتاجها دلوقتي في الحاله بتاعتنا هي IO stream عشان اقدر من خلالها اطبع حاجه على الشاشه بمنتهى البساطه. ولسه هدخلك في عمق الموضوع اكتر كمان شويه، انا بس عايزك تفهم ان دلوقتي انا بستدعي المكتبه اللي اسمها IO stream اللي موجودة من ضمن مكتبات كتير موجودة في لغة C++. شوية بس وهكلمك عنهم أكتر. كلام جميل كلام جميل.
بعدين عندي المين فانكشن. المين فانكشن دي هي المكان الرئيسي اللي بيبتدي فيه البرنامج بتاعي. الكومبايلر اول ما بيبص للملف بتاعك بيروح يدور على كلمة المين، عشان المين دي بيلاقي جواها الكود اللي هو هينفذه. لو ما لقاش المين هيعرف ان هو مفيش حاجة ينفذها اصلا، مش لاقي حاجة ينفذها. فالمين هو المكان الرئيسي اللي بيبقى موجود جواه الاكواد اللي هتتنفذ جوه البرنامج بتاعك. هتلاقي بعد كده عندك السكوب ستارت والسكوب اند. اي حاجه عندي في لغه السي بلس بلس بتبتدي بالقوس اللي موجود قدامك ده، اللي هو البراكت اللي موجود قدامك ده، ولازم طالما انا فتحت براكت لازم اقفله. فاي فانكشن موجوده عندي في الكود لازم ليها فتحه وليها قفله. وبما ان المين دي هي عباره عن فانكشن يعني وظيفه، الوظيفه لازم تبتدي بسكوب وتتقفل بسكوب، لازم تبتدي ببراكت وتتقفل ببراكت. دي قواعد اللغه، دي القواعد الاساسيه بتاعه اللغه. طالما انا عندي فانكشن لازم الفانكشن دي تتفتح كده بسكوب وتتقفل بسكوب. كلام جميل. النقطه الثالثه وهي السي اوت. والسي اوت هو الامر زي ما اتفقنا اللي بيطبع لي كلمه على الشاشه، يعني است دي نقطتين فوق بعض سي اوت. الامر ده بيطبع لي كلمه هلو وورلد على الشاشه. ولازم اي امر عندي ينتهي بسيمي كولوم زي ما انت واخد بالك، لازم اي امر في لغه سي بلس بلس ينتهي بسيمي كولوم. طيب ده كلام جميل. بعدين عندي ريتيرن زيرو، ودي بتعبر عن انهاء البرنامج بتاع سي بلس بلس. لما بنهي البرنامج بقول كلمه ريتيرن وبقول له 00. ده يعني ايه؟ يعني البرنامج اتنفذ بنجاح. لو اي حاجه غير 0 هيبقى معناها ان البرنامج ده ما اتنفذش بنجاح او حصل فيه اي مشكله او ايا كان. وطبعا اي امر لازم ينتهي عندي بايه؟ بسيمي كولوم. لازم اي امر عندي في سي بلس بلس ينتهي بسيمي كولوم. ده الشرح بتاع شويه الاكواد اللي انت شفتهم قدامك، وهرجع اشرحهم لك تاني كمان شويه. بس قبل ما اشرحهم لك خليني اقول لك الاربع قواعد الرئيسيين في كتابه الكود جوه سي بلس بلس. الاربع قواعد هم الاتي، ودي الحاجات البيزك لان في قواعد تانية هناخدها كمان شويه ان شاء الله. اول قاعده وهي الكيس سنسيتيف. الكود اللي بيتكتب بسي بلس بلس لو في حاجه مفروض تتكتب كابيتال فهي لازم تتكتب كابيتال، ما ينفعش تتكتب سمول. ولو حاجه هي سمول ما ينفعش تتكتب كابيتال، لان لغه سي بلس بلس بيفرق معاها قوي الفروقات ما بين الكابيتال والسمول. دي حاجه مهمه وقاعده مهمه جدا وخليك فاكرها معايا. تاني قاعده معايا وهي السيمي كولوم، ان انا اي حاجه عندي في السي بلس بلس او اي سطر لازم ينتهي بسيمي كولوم. دي حاجه مهمه جدا. تالت قاعده معايا وهي البلوك سكوب. لو في عندي مجموعه من الاكواد لازم تتحط جوه بلوك اللي انا لسه مشاور لك عليه من شويه، اللي هو الفتحه بتاعت البراكت والقفله بتاعت البراكت. دي ثالث قاعده عندي. رابع قاعده عندي وهي الوايت سبيس، ان سي بلس بلس لا تعتمد الوايت سبيس. اي مسافات ما بين السطور الكومبايلر بتاع السي بلس بلس ولا بياخد باله منها ولا بيعبرها اصلا، والكلام ده انا لسه هشرحه لك كمان شويه. دول اربع قواعد خليك فاكرهم معايا زي ما احنا كنا لسه فاكرين من شويه شرح الاكواد بتاعت سي بلس بلس. لسه هنكمل شرحنا ما تقلقش. تعال نشوف مع بعض بعض الأخطاء الشائعة اللي بتتعمل واحنا بنكتب كود. الخطأ اللي قدامك دلوقتي ان انا كتبت سطر الكود بس ما حطيتش سيمي كولوم. لو انا ما حطيتش سيمي كولوم هيحصل ايرور، هيحصل مشكلة في البرنامج. تاني خطأ هنا وهو ان انا كلمة مين بدل ما هي تتكتب سمول اتكتبت كابيتال. كلمة مين بتتكتب الحرف سمول، وانا قلت لك ان سي بلس بلس هي كيس سنسيتيف، يعني لو حاجة هي سمول وانت كتبتها كابيتال هيطلع لك مشكلة والبرنامج مش هيشتغل. ايه تاني عندنا المشكلة دي؟ لو انا كتبت كلمة المين وما حطيتش الستارت والاند بتوع البلوك، ده معناه ان هيحصل ايرور والبرنامج مش هيشتغل، لان كلمة مين او الفانكشن بتاعت المين لازم يتبعها كود بلوك، لان اي فانكشن بيتحط جواها مجموعة سطور من الكود، فلازم الكلام ده يبقى فيه كود بلوك ستارت واند. طيب وايه كمان؟ عندنا الهاش انكلود. لو انا كتبت اي او ستريم 2 اي، هي مش 2 اي، هي اي اي ستريم اي اي، فانا كده كتبت كلمة ستريم غلط، فكده هيستدعي مكتبة غير المكتبة اللي انا عاوزها اصلا، ومفيش مكتبة اسمها ستريم ب 2 اي، فده معناه ان هو هيطلع لي ايرورز، هيطلع لي مشاكل. طبعا هتلاقي هنا انا مطلع لك اساينمنت وبقول لك ان في شويه اكواد موجوده اهي، الاكواد دي طلع لي الاخطاء اللي موجوده فيها. لو انت فهمت الكلام اللي انا قلته فوقف الفيديو وحاول تكتشف الاخطاء اللي موجوده هنا. لو انت اكتشفتها تبقى انت صاحبي وحبيبي وكفاءه. لو انت ما اكتشفتهاش ارجع شغل الفيديو عشان اشرح لك السينتاكس مره تانية بشكل عملي عشان تستوعب الموضوع اكتر.
يلا بينا دلوقتي نروح على برنامج فيجوال ستوديو ونشوف الكود اللي موجود قدامنا ده، ونحاول ان احنا نفهمه اكتر، ونحاول ان احنا نفهم الاخطاء اللي ممكن تحصل لو انا كتبت الكود ده بنفسي وما كانش هو مكتوب قبل كده. بص يا سيدي، اول حاجه هاش انكلود. هاش انكلود دي كلمه محجوزه موجوده في اللغه، لازم تتكتب كده. لو انا ما كتبتش الاي، بص طلعت مشكله، جيت اشغل هيطلع لي ايرور. بص ادي الايرور اهو، يقول لك هاش انكلود مكتوبه غلط. فلازم الكلمه المحجوزه تتكتب زي ما هي بالظبط. طيب خليت الاي دي بدل ما هي سمول خليتها كابيتال، برضو غلط. لازم تتكتب سمول زي ما هي، لان لغه السي بلس بلس بيفرق معاها قوي الكابيتال من السمول. طيب ده كلام جميل. طيب اي او ستريم لو جيت على الاي دي خليتها اي، هل الكلام ده هيظبط؟ مش هيظبط، لان مفيش مكتبه اصلا اسمها اي او ستريم وفيها 2 اي. المين فانكشن لو انا جيت على المين فانكشن بدل ما هي سمول خليتها كابيتال، ينفع؟ ما ينفعش. لو جيت تشغل هيطلع لك ايرور، هيطلع لك مشكله، لازم المين تبقى سمول. واتفقنا ان المين فانكشن دي الفانكشن الرئيسيه اللي بتكتب جواها الاكواد اللي انا عاوزها تتنفذ بالفعل في البرنامج بتاعي. طيب المين فانكشن جنبها القوس ده مفتوح والقوس ده مقفول. عود نفسك وانت بتكتب اي لغه برمجه، اي قوس بيتفتح لازم يتقفل، اي قوس بيتفتح لازم يتقفل. فانا لو فتحت القوس ده وما قفلتوش بالشكل ده وجيت اشغل برضه هيطلع لي ايرور، هيطلع لي مشكله. بص شايف كميه الايرورات اللي بتطلع؟ طبعا انت هتغلط طبعا وتعمل حاجات زي دي وتيجي تقول لي يا باشمهندس انا مش عارف الايرور ده يتصلح ازاي. فخلي بالك انا بقول لك دلوقتي على الاخطاء اللي انت هتغلط فيها واللي انا مش عاوزك تغلط فيها، وبفهمك كل حاجه قدام عينيك. هنقفل القوس مره تانية وكده الاخطاء كلها هتمشي. طيب بعد ما انا فتحت القوس ده وقفلته بتوع الفانكشن اللي جنبها ده، لازم افتح قوس تاني عشان اكتب مجموعه من الاكواد هنا، مجموعه من الاكواد. ده اللي هو البلوك، ده الكود بلوك. الكود بلوك ده لو انا فتحته ما قفلتوش هيطلع لي ايرورز. طب افرض انا شلت القوس التاني ده هيطلع لي ايرورز. خليني شلت انا بقى كل الكلام ده كله من هنا. بص بقى كميه الايرورز اللي هتطلع حاجه اخر حلاوه. لازم انا اعمل ايه؟ هرجع الكود ده وافتح هنا قوس. بص هو قفله لي اوتوماتيك، فانا هقفله بس تحت الاس دي، لان خلي بالك لو انا كتبت اس دي سي اوت بره الفانكشن الكلام ده مش هيظبط، هيطلع ايرور. الكود بتاعك لازم يتكتب جوه المين فانكشن، لازم الكود بتاعك يتكتب جوه المين، مفيش كود بيتكتب بره المين. انا بره المين بعمل بس هاش انكلود للمكتبات اللي انا عاوزها، بستدعي المكتبات اللي انا هستخدمها في كتابه البرنامج بتاعي. واتفقنا ان المكتبه اللي انا محتاجها دلوقتي هي الاي او ستريم. فانا خلاص طالما استدعيت الاي او ستريم انا خلاص استدعيت المكتبه اللي انا عاوزها. اي كود بيتكتب فين؟ بيتكتب جوه المين حضرتك. ما تستسكاش وتاخد كده الكود ده وتروح كاتبه لي بره المين وتقول انا بيحصل معايا ايرورز. ليه هيحصل معاك ايرورز؟ لان لازم الكود ده يتكتب جوه فانكشن، وفيما بعد هعلمك ان انت ازاي تعمل لنفسك فانكشن زي المين، بس ده مش دلوقتي، ده قدام، لسه بدري قوي على الموضوع ده. ففهمنا دلوقتي ان الكود بيتكتب فين؟ جوه المين. ما ينفعش اكتب كود بره المين، لازم افتح القوس ده ولازم اقفله، ولازم هنا احط سيمي كولوم. لو انا نسيت السيمي كولوم دي كده باي باي، هيطلع لك ايرورز. بص طلع لك ايرورز اهي، لازم تحط انت ايه؟ السيمي كولوم. نقطه تانية وقاعده تانية ان اي كلام بيتكتب في سي بلس بلس لازم يتفتح له دبل كوتيشن ويتقفل الدبل كوتيشن. عود نفسك ان اي حاجه بتتفتح بتتقفل. فانا دلوقتي لو انا شلت الدبل كوتيشن ده معناه ايه؟ معناه ان هيطلع لي ايرورز، لان انا اي كلام بيتكتب في سي بلس بلس لازم استخدم له ايه؟ الكوتيشن. بص اول ما فتحت كوتيشن الفيجوال ستوديو لوحده قفل الكوتيشن، وهكذا لو انا شلت الكوتيشن الدبل كوتيشن اللي انا قافل بيها دي وجيت اشغل برضه هيطلع ايرورز، لازم اقفل الدبل كوتيشن. دي القواعد الرئيسيه لسي بلس بلس، ما ينفعش نتعدى هذه القواعد. لو انا جيت شغلت دلوقتي وكل القواعد سليمه خلاص البرنامج اشتغل، مفيش اي مشكله يعني. بالنسبه لريتيرن زيرو لو انا ما كتبتهاش هو اوتوماتيكلي بيعمل ريتيرن زيرو، يعني انا هقول له ريتيرن زيرو. لو انا ما كتبتهاش هو مش هيتضايق، ده فيجوال ستوديو ما بيتضايقش، في كومبايلرز تانية بتتضايق. فانا هو كتبت ريتيرن زيرو وكتبت سيمي كولوم. لو شلت السيمي كولوم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مشكله. طب شلت الزيرو هيحصل مشكله. طب ريتيرن وسيمي كولوم من غير الزيرو هيحصل مشكله. فلازم تلتزم بقواعد لغه سي بلس بلس، ما ينفعش ان انت تتعدى القواعد. طيب القاعده بقى بتاعت الوايت سبيس بقى معناها ايه؟ معناها ان انا لو عملت سطور كده، سطور كتير كده، الكومبايلر ملوش دعوه، الكومبايلر بيلغي اوتوماتيك السطور الفاضيه. اي سطور فاضيه او اي سبيسز فاضيه الكومبايلر بيتجاهلها تماما، بيعتبر انها مش موجوده، بيشغل ولا كانه شايفها. يعني انا ممكن اخد الريتيرن زيرو دي واحطها جنب دي، احط السطرين جنب بعض براحتك، حط السطرين جنب بعض، الكومبايلر مش متضايق ومش زعلان من حاجه. هعمل شويه سبيسز كده براحتك، الكومبايلر كده كده هيلغي اي وايت سبيس، مش هيعتمد اي وايت سبيس. في لغات برمجه تانية الوايت سبيسز دي بتضايقهم، وفي لغات برمجه تانية مش لازم تحط سيمي كولوم. فانت النهارده بتلتزم بالقواعد بتاعه اللغه
اللي انت بتتعلمها. كده احنا اتعلمنا الاول، شفنا الحاجه على البرزنتيشن وشفنا معنى كل حاجه، وبعدين شفنا الاخطاء، وبعدين شفناها على الكود بشكل عملي. اتمنى ان انت تكون فهمت الموضوع بنسبه 100%. عاوزك بقى انت تعمل ايه بقى؟ ايه اللي مطلوب منك بعد ما تخلص الفيديو ده؟ حضرتك اعمل بروجكت وابتدي العب واعمل اخطاء زي ما انا عملت عشان تفهم قيمه كل حاجه، ويا ريت تمسح الكود كله وتكتبه تاني كله بايديك وبنفسك. ده هيفرق معاك جدا لفهمك للحاجات دي كلها اتعملت ازاي، وتبتدي تمرن نفسك انك تكتب كود. اديك كتبت في الاول وفي الاخر حاجه. واحده واحده مع بعض هنكتب اكواد كتير جدا، وان شاء الله باذن الله هوصلك لمستوى ممتاز. وزي ما انت شايف الشرح سهل، الدنيا بسيطه، مفيش اي حاجه صعبه عليك. ولو انا بنطق لك شويه حاجات انجليزي في الاول وبقرا لك كلام انجليزي اعذرني، ما انا بفهمه لك اهو بالعربي، بل بالعكس استغل ده واعتبره درس انجليزي يا سيدي، وافهم الكلمات الانجليزي اللي انا بقولها لك، فده هيفرق معاك فيما بعد. في اخر الفيديو اتمنى ان انت تكون استفدت، وعشان تستفيد اقصى استفاده ممكنه بفكرك تشترك في منصه الكورسات بتاعتنا وتضيف الكورس للحساب بتاعك عشان تستفيد من كل الخدمات الاضافيه اللي بنقدمها هناك، اللي بتتمثل في 70% من الاستفاده. هتلاقي خطوات الاشتراك واللينك موجود في الديسكريبشن، واشوفك على خير. سلام عليكم.